لما الشاب يسافر يتغرب ويبيع اللي هو اللي قدامه عشان يسافر ويشوف حياته، ويسافر على مركب ويتبهدل ويشوف الموت 100 مرة بعينه، وبعد كده اجي انا اقول له لا تغير لي بسعر البنك، ما تغيرش بسوق سودا، ولا تغير بسعر السوق سودا هيتحبس وهتاخد منه الفلوس والكلام ده كله. معلش يا باشا، يعني هي الاسعار اصلا بسعر البنك؟ يعني الاسعار في المتوسط بتاع سعر البنك اللي احنا هنغير بيه. الواحد متغرب ليه اصلا؟ واكيد متغرب عشان امه وعشان اخته وعشان يساعد اخوه وعشان يظبط حياته. يعني احنا كده مضايقين على الشاب اللي هو عايش جوه لحد ما خليناه طفش، وبعد ما طفش مش سايبينه، لا احنا ماشيين وراه لحد ما مضايقين عليه بره كمان. طب بقول لك على حاجه حلوه يا باشا، طب ما احنا نعصرهم يمكن نستفيد منهم، يعني الشباب لو عصرناهم يمكن ينزلوا حاجه كويسه يعني. يعني اكيد في استفاده لو عصرنا الشباب دي هنطلع منهم بحاجه يعني. الوقت انا باي عيني يعني اقول للشاب لا ما تطلعش بحر، لا اطلع رسمي، لا ما توديش نفسك للموت. طب ما هو كده 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 شايف نفسه ضايع، يعني يقول لك جرب يمكن تظبط معاه. يعني الشاب اللي لسه تحت العشرينات شايف اللي في العشرينات بيقف على دماغه وبيعمل اي حاجه تتعمل عشان ما يبقاش زي اللي في التلاتينات، عشان هو شايف اللي في التلاتينات عدت عليه حاجات كتير في حياته وما عاشهاش، فاتت منه حاجات كتير. فهو طاحن نفسه شغلانه واتنين وتلاته ونسي يعيش حياته. يعني هو كل همه يعمل فلوس ونسي يعيش حياته، يا ريت الفلوس اللي عاملها عامله له حاجه. يعني احنا كده مصعبين الحلال لدرجه لا تتخيلها. كده احنا بنوديه للحرام. تمام. لما نوديه الحرام ما كده مفيش، هو الحرام ما هيتمسك وهيتحبس برضه، هو الحرام هيمشي فيه وهيسلك. هو مش هيسلك في الحرام كمان اصلا، يعني حتى الحرام. بعدين لما نسلمه على مركب احنا كده بنسلمه لعزرائيل كده ببلاش. احنا بنسلمه وكمان ايه، لا يا ريت نسلمه لعزرائيل وببلاش، لا احنا بنسلمه لعزرائيل مديون. لان هو اكيد ما جابش الفلوس دي كده بالسهل، يعني اللي سافر بيها واللي دفعها لحد يصفها. لا هو اتداين واستلف من هنا واستلف من هنا وباع اللي قدامه عشان يسافر. يعني الدنيا رايحه فين؟ بجد يعني معلش.